إخواني يا أهل الخير، يا أصحاب القلوب الرحيمة، أصحاب الأيادي البيضاء، بطلب المساعدة من الله ثم منكم. يعني أنا والله العظيم شو بدي أحكي ما بعرف والله. يعني هالزلمة مرضان، صار له 12 سنة معاق، يعني إيده وإجره ما بيحركي، يعني وما في غير رحمة الله. بطلب تساعدوني، حتى أنا مريضة، كنت عم اشتغل، يعني عم بدور بالبيوت إنه عم اشتغل بالبيوت مشان أمن لقمة الخبز لهالأطفال هدول ولهالزلمة العاجز. صار انه عملت عمليه من فتره، اموري تدهورت على الاخير، يعني ما فيني اشتغل ولا فيني اوقف، يعني دوخه، فقر دم، يعني لا تغذيه لا دواء. والله ايام نرب وصار معي من الكلور، اشتغل هون وهون بالكلور، ما عاد فيني، يعني حنجور الشراب ما عاد فيني امن، يعني بقعد بالليل ببكي، والله العظيم بمشي بالبيت يعني بضيق صدري، بغمى، بوقع، يعني ما في حد يطلع علينا. بطلب مساعدة من الله ثم منكم أهل الخير يساعدوني. يعني أيام والله العظيم ناكل نهار ونهار صايمين، خبز ما بيلتقى، يعني لو يلتقى خبزي بالبيت ناكل خبز ومي عادي، والحمد لله نشكر الله. بس ما في شيء والله العظيم، إنه بدي حنجور الشراب ما فيني أمنه لهالمريض، ما فيني أجيب له مميع، شراب دواء هيك ما يعني. تطلبوا مساعدة من الله ثم منكم. يعني والله العظيم عندي هالبنتين، يعني ما فيني أمن لي شيء، هن بنتين، يعني بطلع هيك لا درسوا ولا في يأمن لي حق دفتر حق قلم، ما فيني أمن. يعني بيطلعوا بفوتوا يا ماما بيبكوا، لك ليش عم تبكوا؟ يقولوا لي جيراننا رفقاتي لابسين أحلى لبس وبالمدارس وهيك بينقهروا على وضعي. أنا والله العظيم ما فيني، يعني صار معي وما أمنت لي، والله العظيم ما فيني. لو فيني أشتغل يعني بشتغل ليل نهار كرمال ما مد ايدي على حدا وهيك. يعني حتى الأمرار الخبز والله العظيم نهار بياكلوا خبز نهار صايمين، قلن يا ماما اشربوا مي، ما عندي والله العظيم ما عندي. لا الحمد حول لله ولا قوة، لا الحمد حول. لله. اشو خيط انت؟ أنا بدي أزعل على أبوي ولا أزعل على أهلي، على أمي، على أختي وعلى حالي. أبوي اللي صار له 12 سنة مريض وما في إله علاج ووضعه كتير صعب مثلا، ونحنا يعني بنشوف رفقاتنا رجعنات من المدرسة بنصير نبكي على تيابهم على أغراضهم، إنه نحن انحرمنا من أبسط حقوقنا. وقت بنمشي هيك بندوخ وبنوقع، بنشوف الدنيا كتير سودة حوالينا من كتر فقر الدم وما عم نتغذى على السوا. نطلب المساعدة من الله ثم منكم.